كنت أستدعيهم بالكنز لو ما يجي لعندي ونزل نبغاش له وأقوم بقتله ودفنه وعسير بيه بندقه. السلام عليكم. قصة اليوم هي قصة حقيقية حصلت قبل سنة في اليمن، وتحديدا في صنعاء مديرية صرف. قاتل متسلسل كان يغري أصحابه بوجود كنز في مكان ما، وكان يريهم قطعة صغيرة من الذهب حتى يصدقوه، ثم يستدعي الضحية الأولى بسرية تامة من أجل الحفاظ على الكنز، ويصر على كل واحد يجيب سلاحه معه أثناء الحفر ليلا. عند بداية الحفر يقوم الضحية ببدء الحفر، ثم يقوم القاتل بضرب الضحية بالفأس في مؤخرة رأسه، ثم يقضي عليه ويدفنه في تلك الحفرة، ثم يسلب هاتفه وسلاحه وما بحوزته من أموال. وفي أحد الأيام مر مواطن بجانب أرض فشم رائحة كريهة ووجد الأرض رطبة، فشك في الموضوع بعد اختفاء عدة أشخاص من القرية، فبلغ الجهات الأمنية بوجود جثة وبجانبها عدة جثث. بالغت الجهات المختصة بالمكان فوجدوا الجثة بجانبها عدة جثث. وبعد التحقيق في الجريمة مع المواطنين، تكلم أحد الأشخاص أن القاتل طلب منه في يوم من الأيام أن يأتي بسلاحه يبحث عن كنز، وعندما رفض أن يأتي بسلاحه طلب منها القاتل عدم الحضور. وأفصح بعض المواطنين أن القاتل في الفترة الأخيرة بدأ يصرف كثير من المال، فدارت الشكوك حول هذا القاتل. وعند إلقاء القبض عليه والتحقيق معه اعترف المجرم بقتل 6 أشخاص، وأخبرهم أين باقي الجثث.